شايفين طلع خفيف ازاي وجميل وهش ومن جوه وسخن، وهو لازم يتاكل سخن كده. شايفين من بره محمر ازاي عشان البيض والنشا والبيكنج باودر، مش شارب زيت ابدا. النهارده هنعمل مع بعض قرنبيط، هنخليه ما يشربش زيت وهيطلع خفيف جدا وقوامه جميل. هنشوف طريقه ليه مميزه خالص. انا اول حاجه حطيت مكعب مرقه، عليها 4 بيضات، كوبايه ميه، كوبايه دقيق، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره وشويه بهارات اللي هي قرفه وجنزبيل بس سنه بسيطه، ومش موجودين مش ضروريين، الملح والفلفل والكمون يكفوا بالغرض يعني. وهنقلبهم مع بعض. حطيت عليهم كوبايه ميه، وهنعمل التكه اللي هتخلي القرنبيط خفيف. معلقه بيكنج باودر صغيره، هي دي اللي هتخليه مش هيشرب زيت. وكمان حطيت مع الدقيق معلقتين نشا. تابعوا معايا الخطوات، نشوف مع بعض. كنت اصلا الناحيه التانية سلقه القرنبيطه، نص قرنبيطه متوسطه بس مش سلق كامل، هما بس 7 دقايق في الميه و10 دقايق بالكتير، ونطلعهم يبتدوا ان هما يهدوا ويصفوا ميتهم. والناحيه التانية حطيت الدقيق والميه والبيض ونفس الخطوات اللي قلنا عليها، وزودت عليهم كزبره متقطعه، ولو انتوا بتحبوا الحامي حطوا قرن فلفل عشان تبقى سبايسي وبس. وهتبقى بالقوام اللي احنا شايفينه ده، زي ما احنا شايفين هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. ونقلبها كويس، وبعدين هنبدأ ان احنا نحط الزهرات الوردات بتاعت القرنبيط، نقلبها فيها حلو ونقليها في زيت غزير وسخن. تابعوا معانا الخطوات. ادي القرنبيط في زيت سخن، مش عايزه اقول لكم الريحه اول ما حطيتها، ريحه التوابل والخضره بتخليها جميله جدا. القرنبيط يتاكل سخن ونقلي على قد ما هناكل بس، لان لما بيبرد ما بيكونش طعمه حلو، بيدفي جدا في الشتاء. الاولاد حتى لو ملهمش في الخضار هيحبوه جدا. شايفين طلع خفيف ازاي وجميل وهش ومن جوه وسخن، وهو لازم يتاكل سخن كده. شايفين من بره محمر ازاي عشان البيض والنشا والبيكنج باودر، مش شارب زيت ابدا. اتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم تدوسوا لايك وشير وتنفذوا الخطوات اللي احنا قلناها. وشكرا لمتابعتكم للقناه.